ايه اكتر الانتقادات اللي انت بتضايقك انت ما بتسمعها؟ طيب احنا يعني الانتقادات بتاعتنا اللي هي فكرة الحلال والحرام، فكرة التبديل في خلق الله، وده طبعا احنا شرحناها. الانتقادات السلبية بقى على الصور الموجودة على السوشيال ميديا. اولا الصفحات بتاعتنا صفحات طبية مظبوط. وفيريفايد، يس. ومعلش اللي داخل هيشوف هيتفرج على النتيجة قبل وبعد، وبيشوف نتيجة او صورة او وضع طبي مفيش فيه اي نوع من انواع الابتذال. الحالات دي بيبقى متاخد منها الكونسنتات ان هي موافقه انها تتنشر. يس موافقين ان هم في بعض العيانين يقول لك انا فين حالتي ما نزلتش ليه. والنسبه انا ما نزلش اي حاله لكون مطمن تماما عن النتيجه وان العيان بقى كويس. وفي الاف الصور وزيها ما بننزلهاش احتراما لخصوصيه المرض. فهي دي يمكن الانتقادات اللي بتضايق الواحد شويه. الناس تقول لك ايه الصور الصور والكلام. معلش انت داخل تتفرج ليه؟ انت داخل تتفرج ليه او انت داخله تتفرجي ليه طالما انت داخله تنتقدي؟ يعني احنا ما عملناش اي نوع من انواع ان انا دخلت عليك قلت لك يعني شوف كذا او ما تشوفش كذا، خصوصا انها صور طبيه ومعروضه بصوره طبيه ما فيهاش اي ابتذال.